السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. النهاردة بقى يا ولاد كده ايه هنتغدى؟ ان شاء الله كده هنعمل شوية بانيه مع شوية مكرونة كده بالصلصة. انا كان عندي بانيه في الفريزر، يعني صدور كده في الفريزر. كنت ساعات مثلا اجيب فرخة كبيرة، واحنا هنا مش بنحب الصدور يعني مسلوقة، فكنت ايه بشيلها في الفريزر. فعندي كده يجي 3 صدور كده، وجبت فرخة كبيرة عليها. ايه هناخد منها بردك الصدر ونكمل ونعمل بانيه. وبقيت بردك الفرخة بردك ايه مش هعينها، انا هسلقها بردك، لان في هنا ايه عندي يعني هنا في البيت جوزي مش بيحب البانيه قوي يعني، فايه هسلق بقية الفرخ. زي ما انت شايفه انا هقطع بقى معاكم البانيه الصدور، وهطلع الهياكل، هسلقها مع الوركين اللي هما طالعين من الفرخ. كده يا حبايب قلبي انا بشطفها بردك حلو بردك. ولازم اهم حاجه وانت بتقطعي البانيه لازم تكون السكينه حاميه، وتكون السن بتاعها يكون يعني ايه رفيع شويه، عشان تعرفي ايه تساعدك ان انت تخليه حلو. في عظمه بقى هنا بقى تحت السكينه ديت ايه لازم تكسريها كده بالسكينه، عشان خاطر تعرفي تخلي البانيه. بتبقى ايه يعني جنب الرمانة بتاعت الصدر كده بتاعت الكتف. صل على محمد. الصلاة والسلام. زي ما انت شايفة كده اهو، بتيجي من عند العظمة اللي هي بتاعت الصدر كده اهوت، وتمشي السكينة من الجنب، وهتقطعي الصدر هيطلع معاكي مظبوط. اهي بصي العظمة دي اهي اللي انت شايفاها قدامك دي اهو يا حبيبة قلب اهو. يا ريت يا حبايب قلبي لو وصلتوا لغاية هنا ما تنسونيش بدعوة حلوة كده من قلبكم، وتشتركوا لي في القناة فضلا وليس امرا اللي ما اشتركش، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم ان شاء الله باذن الله اي فيديو انا بنزله. واللايك يا حبايب قلبي عشان تدعموني كده والقناه تكبر ان شاء الله باذن الله. انا هقطع معاكم بردك البانيه اهوت، زي ما قلت لكم لازم السكينه تبقى حاميه عشان يطلع معاكم ايه متساوي. بصوا النهارده بقى كده ايه يعني قلنا نغير بقى بدل المحشي، نغير كده ايه يعني اي حاجه يعني كده. طبعا بقى الحتتين كمان اللي كانوا في الفريزر هما اللي شجعوني ان انا ايه يعني اعمل عشان الكميه تبقى مقضيه. اهم حاجه وانتي بتعملي تكون السكينه حاميه وتتك على وش الصدر كده جامد، عشان ايه يتقطع معاكي حلو. ولو لقيتي مثلا الحته كبيره ولا حاجه ممكن تقسميها كده شريحتين كده. واللي هي الحتت بردك الصغننه اللي بتطلع دي بردك احنا مش هنرميها بردك هنعملها. دول بقى اللي هما كانوا عندي في الفريزر هما كانوا متلجين، بيساعدوا اكتر ان انت ايه يعني ان هو يتقطع معاكي على طول. طبعا انت لما تبقي جايبه كمان لو انت جايبه البانيه صابح ممكن تحطيه في الفريزر يعني يجي ساعتين كده ولا حاجه. عشان ايه لما تيجي تسويه في الزيت يستوي معاكي حلو ما يبقاش بيشد كده. كل الحاجه اللي انا بطلعها منها ديت مش هرميها، هحطها في الشوربه. هتعمل شوربه حلوه بردك وايه انا كده قطعته كله اهوت. هتبله بقى هلمه في الحله دي بقى وهتبله في الحله ديت. طبعا يا حبايب قلبي انا ولا بخرط بصل التتبيله بتاعته، وانا بجيب تتبيله جاهزه من عند العطار اسمها تتبيله البانيه اللي هي قدامكم في الطبق دي. تبقى عباره عن توم باودر، بصل باودر، توابل، يعني حاجات كده مشكله. ولا بقى يعني ولا بقى اقطع بصل ولا اي حاجه، بتحطيها عليها مع علبه الزبادي وتقلبيها، وتسيبيها مثلا لو هتعملي اي حاجه تانية جنبها، تسيبيها مثلا ساعه ولا حاجه عبال ما ايه
تخلصي الحاجة اللي انت هتعمليها، وبعد كده ترجعي بقى ان شاء الله ايه تعمليه بالفيجيتار والحاجة اللي هتعمليها بيها. ولو مثلا بقى هي الخلطة دي بتبقى دلع شوية، ممكن انت بتزودي لها شوية ملح او شوية دقة الموجود عندك. هسيبها بقى هركنها بقى كده يجي ساعة ولا حاجة، عبال ما ايه هنعمل جنبها شوية مكرونة بالصلصة، عبال ما اعمل طماطم وبرجع بعد كده ارجع اعمل. هنا طبعا حطيت الزيت، وهنا حتة التومة هي. انا التوم ده برضك مفرزاه عندي في الفريزر برضك. على فكرة انا والله مش بحب يعني ايه مش بحب افرز اي حاجة في التلاجة او في الفريزر يعني. لا انا بحب مثلا لو توم طماطم، انما الحاجات التانية اللي هي البسلة والحاجات دي لو خزنتها واجي اطلعها اعملها احس ان هي مش حلوة. في ناس بيعملوها والله وفي ناس بيحبوها، بس انا يعني كل واحد بقى ايه حسب ما اتعود. كده بقى انا هسيب الصلصة ديت مع نفسها، وهعمل بقى ايه هجيب الفيجيتار دلوقتي وهعمله معاكم بردك عشان ايه تشوفوا بردك انا بعمله ازاي. هنا بقى كانت جانا جاعت قالت لي يا ماما اعملي لي بيضه، عملت لها بيضه عبال ما نخلص الاكل. صلى على النبي يا حبايب قلبي كده، واذكروا الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. صل على محمد. بس هنا بقى محمود كان بيأمر عيش. قلت له بس يا محمود انت ما انتش عارف تأمر حاجه. هسيب بقى الطماطم بقى كده مع نفسها، وهعمل معاكم بقى الفيجيتار اهو. ده فيجيتار سايب بجيبه من عند العطار بردك، وبردك انتوا بردك تلاقوا بتجيبوه بردك من عند العطار. ومعاه بقى ايه كيسين الدوريتوس دول بقى، بص بيخلوا البانيه بصراحة ملوش حل وطعمه رهيب. بس ايه كسريه جامد، انا ما كسرتوش قوي بصراحة، بس انتي كسريه جامد. لو ممكن حتى تعمليه في الكبة او كده، يعني ايه يعني ضربتين كده في الكبة ايه يعني يبقوا ناعمين شوية، بيدوا للبانيه طعم حلو، وبرضك بيدوله شكله برضك حلو برضه. هو الخلطة دي مع يعني عليها كل حاجة، هي ديت فيجيتار من اللي هو الحار. بصي هي بقى انتوا بقى وانتوا بتعملوا الدوريتوس دوت يعني اعملوه قوي، يعني مش زي ما انا ما عاملاه كده. دي طبعا الحتت اللي كانت على الوش دي اللي هي الصغيرة اللي كانت في اتقطعت في الاخر ديت، بس برضك مش هنرمي حاجة زي ما انا معوداكوا في اي فيديو، او زي ما انا ما بقولكوا يعني في اي فيديو ان انا الحمد لله يعني ما بحبش ارمي اي حاجة، لان كل حاجة ليها عوزة. اللي والله العيال الحتت دي العيال بتاكلها برضك واحنا حاطين الغدا. هي كده بقى كانت الصلصة قربت تستوي برضك اهو، انا خلصته هركنه برضك شوية. بصوا الحتة عاملة ازاي. هحط بقى الملح والتوابل اللي انا بحطها في الطماطم. او بقى حاطه المية طبعا على العين التانية هيت. المية دي هاخد نصها للهياكل والوراك اللي هي كانت طالعة من الفرخة، والنص التاني هسيبه اسلق فيه المكرونة. والله كانوا عاملين شوية شوربة جميل. في كان عايز بانيه وفي كان عايز فراخ، فانا ايه قلت اما اجيب الفرخة بدل ما اروح اجيب مثلا الكيلو البانيه لوحده 200 جنيه، اجيب الفرخة مثلا ب200 جنيه، فرخة كبيرة هاخد منها الصدور والباقي ايه اسلقه،
وابقى كده يعني ايه، كله اتراضى وكله الحمد لله يعني كان. ربنا يديم علينا نعمة يا ولاد يا رب، ويحفظها من الزوال. الحمد لله على كل شيء يا حبايب قلبي. دايما لازم نحمد ربنا على السراء وعلى الضراء، لان دايما لما ربنا مثلا يبتدينا بحاجة وبيشوف قوة صبرنا او بيشوف يعني ان شاء الله هنصبر ولا لا، فاحنا طبعا لو صبرنا ربنا يعني بيخفف عنا اللي هو ابتلانا بيه، عشان يشوفنا هنحمد ربنا ولا لا على السراء وعلى الضراء. فاحنا يا ولاد لازم نحمد ربنا ونقول الحمد لله على كل اللي يجيب، والحمد لله حمدا كثيرا يا رب. احنا راضيين بكل اللي ربنا يجيبه يا ولاد، الحمد لله. ربنا يجعلنا يا رب من الحامدين الشاكرين يا رب. بصوا بقى شكل البانيه عامل ازاي، ناشف وجميل. اللي مغمقه كده بقى التوابل اللي انا حطيتها اللي هي الخلطة يعني، بس هي طعمه جميل بصراحة. ممكن انت برضك لو ما انتش عايزاه غامق كده ممكن ما تكتريش الخلطة اوي، يعني حطي مثلا نصها. يعني شوية الخلطة دول كانوا ب10 جنيه، ب10 جنيه خلطة من عند العطار. امتى بقى والحاجات اللي على الكنب دوت بقى تخش مكانها بقى. نور عايزة تاخد صل حتة على عمالة محمد. اقولها استبرا اما نخلص. انا هوجي اوريكم حتة بس سخن. بصوا يا ولاد عامل ازاي من جوه، جميل والله العظيم، الخلطة جميلة. جربوها وقولولي ايه رأيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.